تدلع نفسك ب30 جنيه بس. تابع معايا. هتجيب 3 اكياس اندومي الحجم الكبير. اول حاجة سبحان الله، كل ما صورك تكون لابس التيشيرت ده. انا بقى من الشغل يعني عادي. حد بعت له 5 جنيه في الكومنتات يا جدعان. وبعد كده هتجيب حلة وتملاها مية وتسيبها تغلي على النار، وتغلي وتغلي وتنزل بالاندومات في الحلة. اكسره كده نص وانزل، وهكذا وهكذا. اهو هتسيبه يغلي بهذا الطريقة الكلاسيك يا زلمة، وتحط عليه التوابل بتاعته. يعمل ايه؟ يعمل اندومي زي ده. عقبال ما الاندومي يتعمل عايز اتكلم معاكم في كام حاجه كده بسيطه. انا حرفيا بقالي اكتر من اسبوع، ملحوظه سريعا كده، انا بقالي اسبوع مش عارف اصور فيديوهات ولا عارف اكل اندومي الاثنين مع بعض. فهنعمل الاثنين مع بعض في فيديو واحد. يلا بينا نجرب ونشوف سعيد نونو هيعملوا لنا ازاي، ويا رب يطلع حلو. هو الراجل بيندب اي حد وبيتحدى اي حد ان يعمل اندومي زي ده، فعلى الله ان شاء الله. المرحله النهائيه بعد ما عملنا شوية اندومي. دلوقتي هنجرب الاندومي بتاع اخويا سعيد النونو ونقول راينا وبكل صراحه. راجل مشكورا عمل لنا كوبايات شوربه اندومي. هدوق نقيم اول حاجه دي. بأمانة ما تطبلش. هتزعل؟ لا ما تطبلش. لا. طب ما دول اندومي وقيم الاثنين مع بعض. لا ده قول بس الشوربة ده. طب انت تقييمك لنفسك؟ من نفسي أنا بأمانة من غير حوارات بأمانة 8 من 10. عشان الشوربة اللي كاس الملح أنا فضيت هنا وهنا فما زودتش. انا هديك 7 في دي، وهدوق الاندومي وهقول ماشي؟ طب ما تجيب الشوكة. انت لا. جايب مع خلاص هدوق انا معاها وخلاص. جامد يا اسطى. في طعم الليمون كده. طعم الليمون ده بيتعرف في التوابل صح؟ بس جامد. لا الاندومي 8 من 10 صراحة ربنا. يعني أنا طلعت كشف لا بس هيدا. انت تقييمك انت لنفسك الاندومي كام؟ أنا صراحة 10 من 10. أنا شايف إن الأندومية بص على فكرة انا بقيم على كذا حاجة. طول الاندومية مناسب، طعمها مستوي كويس، لذيذة مش اللي هي بطالة يعني. نشوفكم في فيديو جديد مع سعيد النونو وعمرو الفنان. السلام يا حبايبي.